رسالة لكل مصري محب وخايف على البلد دي. لو انت مش عارف مصر بتنظم ليه قمة المناخ، ده شيء ما يعيبكش. لكن انك تخلي واحد متطرف الفكر، متخلف، ارهابي، عايز يركب دماغك ويقول لك كلمتين انه ملوش لازمة وانه صرف على الفاضي ومصر بتنظمه ليه وهتطلع منه بايه، لو سبت نفسك ليه يبقى انت للأسف الشديد مغيب العقل. هو عايز يدعو للفوضى والخراب وحضرتك ماشي وراه. يبقى الأفضل يا إما تدور بنفسك على السوشيال ميديا والإنترنت إيه هي قمة المناخ، يا إما تسكت. إنما تنساق وراه وللدعوات التخريب اللي عايز يعملها ده يبقى فوضى. باختصار شديد، قمة المناخ بتنعقد كل سنة في دولة من الدول اللي تتبع الأمم المتحدة، والأمم المتحدة هي اللي بتصرف على قمة المناخ من الألف لليه زي ما بيقولوا، وبتطلع شيك باللي هيتصرف للدولة المستضيفة، وبيبقى في رقابة من الأمم المتحدة عليه. قمة المناخ مرتبطة بالتغيرات اللي حصلت في الجو نتيجة استخدام الطاقة والتلوث البيئي اللي أضر المناخ بصفة عامة في العالم. العالم دلوقتي بيتجه إلى حاجة اسمها الهيدروجين الأخضر، إن هما بينتجوا الطاقة الهيدروجينية من فصل الهيدروجين والأكسجين من المياه في محاولة للوصول للحفاظ على البيئة. الحقيقة مصر قدمت مقترحات وليها سبق في الموضوع ده بدءا من شهر 7 اللي فات، والرئيس السيسي بيتبنى مشروع هتكون مصر هتستحوذ فيه حوالي على 10% من السوق العالمي، والمستقبل هيكون للهيدروجين الأخضر أو الطاقة النظيفة اللي ما تضرش العالم. وده اللي مخلي كل دول العالم رؤساء وملوك ورؤساء وزراء جايين مصر خلال الفترة من 6 إلى 11/11. علشان كده في دعوات تخريب بيقودها أهل الشر وجماعة الإخوان تحديدا، ممثلة في عناصرها البغيضة الضغينة محمد علي ومعتز مطر وجويش ومحمد ناصر. دول عايزين خراب للبلد، دول قاعدين ما بين قطر وما بين انجلترا، قاعدين عايزين يسخنوا المصريين على بلدهم. اوعوا تنصاعوا ليهم. البلد طالعة، البلد اللي جاي ليها أحسن إن شاء الله. نسند القيادة السياسية، نتلافى السلبيات مع القيادة السياسية، نحب الخير لبلدنا، لأن اللي جاي يا جماعة استثمارات بالمليارات لمصر لو نجحت في تنظيم قمة المناخ. اللي ما يعرفش يعني يسكت أو يدور عن المعلومة، لكن ما يضرش البلد ويخلي حد يركب دماغه ويضره. أرجوكم حافظوا على بلدنا واعرفوا ان مصر داخلة على خير كبير جدا، لان الشعب ده استحمل كتير وربنا سبحانه وتعالى هيكرمه. يا رب يحفظ بلدنا وتحيا مصر ويحفظها ربنا من كل سوء.